الحسناء التركية حملت نذر الحرب العالمية الأولى، تلك التي أطلق عليها لقب الحرب الكبرى، بوادر تحولات جيوستراتيجية عديدة نالت جهات كثيرة من العالم. هيمن التدافع بين القوى الكبرى، تلك التي كانت قائمة ومؤثرة أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وفي منتديات ولقاءات عقدت سرا وعلنا تحت عناوين مضللة رسمت خرائط جديدة للعالم، ووضعت تصورات لحدود جديدة لبلدان عريقة ولبلدان تصنع. كانت هناك إمبراطوريات يحضر لتفكيكها، ومنها الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الألمانية، وكانت هناك قوى تريد فرض هيمنتها وإنهاء كل قوة منافسة، ومن هذه القوى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. ما كان يجري تحت مظلات دبلوماسية تارة وعسكرية أخرى استنفر نشاطا استخباراتيا لدى القوى التي استشعرت ما يستهدفها، وأرسل الجواسيس في كل الاتجاهات للاطلاع على تفاصيل ما يحاك من مخططات. واندلعت الحرب التي لم تكن الحسابات التي حسبت لها صحيحة كلها. لم يتحقق النصر السريع للذين ظنوا أنهم مقبلون على نزهة، وقتل ما لا يقل عن 10 ملايين شخص في تلك الحرب التي حشد لها 70 مليون جندي، 60 مليونا منهم من الأوروبيين. اقترنت بتلك الحرب ما سبقها وما تلاها أسماء جواسيس نسج حولهم الكثير من الحكايات التي لا تفتقد الغرائبية ولا الإثارة، وتوزع أولئك الجواسيس بين أطراف تلك الحرب المدمرة. من بين أولئك الجواسيس شابة عرفت لها أسماء وألقاب متعددة، منها كليوباترا تشبيها لها بالملكة الفرعونية التي كانت آخر ملوك الأسرة المقدونية التي حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر. من الألقاب التي أطلقت عليها أيضا بهجة تركيا والحسناء التركية، وتلك ألقاب أملاها ما كانت تتمتع به من حسن وجمال. ولكن الاسم الحقيقي لهذه الشابة التي فتنت الغربيين وأرقتهم هو ديسبينا. وفق المتوفر من المعلومات فإن ديسبينا ولدت في الفاتح من يناير من العام 95 في القسطنطينية، اسطنبول حاليا، على مضيق البوسفور، وكانت وقتها وحتى العام 23 عاصمة الدولة العثمانية. لم يرد فيما كتب عنها ذكر لوسطها العائلي أو انتمائها العرقي أو الديني، والراجح أن إغفال هذا الجانب في حياة ديسبينا يعود إلى حيز الجاسوسة الذي غلب على شخصيتها. في العام 12 وكانت غضة طرية العود في ربيعها 17 تزوجت من ضابط فرنسي اسمه بول ستورش، ولكن زواجهما لم يدم طويلا، تطلقا وبعد وقت قصير أرسل بول ستورش إلى الجبهة. نحن في العام 14 وقد اشتعل أوار الحرب العالمية الأولى، وبالرغم من طلاقهما وبالرغم من أنه لم يعد هناك ذكر لبول ستورش، إلا أنها ظلت تحمل اسمه في وثائقها الرسمية ديسبينا ستورش، وكان الاسم الذي اشتهرت به. كانت جميلة تستهوي الرجال وتأسر قلوبهم، وإلى ذلك فإنها كانت راقصة متميزة. كذلك نفذت إلى المجالس التي كان يختلف إليها الكبار من المسؤولين، ولم يكن ليغفل عن التأثير الذي كان لها على النفوس والعقول. وكانت لدى الدولة العثمانية حاجة إلى مثل ديسبينا ستورش للتسلل إلى حيث ترسم خطط الحرب وتصاغ القرارات الأكثر خطورة على الدولة العثمانية التي دخلت الحرب ضمن ما عرف بتحالف المركز إلى جانب الإمبراطورية الألمانية والنمسا المجر ومملكة بلغاريا. ويبدو أن السلطات العثمانية استطاعت أن تجند ديسبينا التي صارت بذلك
جاسوستها في العواصم الغربية. كثرت أسفار ديسبينا عبر البلدان الأوروبية، وتعددت الهويات التي كانت تتخذها في تنقلاتها تلك. كانت جميلة، وكانت تتقن الفرنسية عدا الرقص، ولذلك كانت ضيفة مرغوبة مطلوبة في سهرات الكبار والنافذين. ولم تكن تنقلاتها تلك تنقلات راقصة محترفة، وإنما تنقلات سيدة من الطبقة الراقية. وباختلاف الوجهات التي كانت تسافر إليها كانت تختلف هوياتها. في زمن الحرب لا تمر مثل تلك التنقلات دون إثارة الانتباه والفضول، ولأن العيون في كل مكان عيون كل أطراف الحرب، فقد كان هناك من انتابه التوجس من السلاسة التي تتنقل بها هذه الحسناء التركية بين العواصم والمجالس. وجاءت الشكوك الأولى من الأمريكيين، كانوا يميلون إلى الظن بأن تلك المرأة الشابة عميلة للعثمانيين وأيضا لحلفائهم الألمان. كانوا يظنون ذلك، ولكنهم لم يحصلوا على ما يثبته. كان ما يثير لديهم القلق أن ديسبينا كانت تنجح في ربط علاقات مع ضباط كبار وسفراء للقوى المتحالفة. لم تكن علاقات بلا أغراض ولا غايات. في جلسات السمر تنفك عقد ألسنة فتنطق بما أريد له أن يظل سرا، وتأتي لحظات الاسترخاء لتبيح كل الأسئلة وتتيح كل الأجوبة المطلوبة. كذلك كانت ديسبينا تحصل على المعلومات وتطلع على بعض من الأسرار الكبرى. كان ما لفت أنظار الأمريكيين أن الحسناء التركية كانت تغير هويتها كلما غيرت وجهتها، وقد تم تقفي آثارها والذين كانوا رفقتها، واكتشفت الهويات التي تنتحلها. حين تواجدت في باريس عرفت بمدام نيزي، ولا يعرف مصدر لهذا الاسم ذي النبرة الفرنسية الواضحة. لما عبرت من مدريد أو لندن اتخذت هوية أخرى، وعرفت في هاتين العاصمتين باسم مدام هيسكيث. ولما انتقلت إلى روما اتخذت لها اسما مدام دافيدوفيتش ذي النبرة البلقانية. واضح أن الحسناء التركية كانت حريصة على أن تنسجم تلك الهويات مع المجتمعات التي ترتاد، ولأنها كانت تزعم لها صلة بطبقة النبلاء، فإنها في الفترة الأخيرة من رحلاتها التجسسية كانت حيثما حلت يصاحبها من يقدم أنه البارون أنري دو بيلفيل. أثناء وجودها في مدريد كاد يفتضح أمرها. كانت برفقة البارون الذي انتسبت إليه بلقب البارونة دو بيلفيل بصدد الاتصال بعملاء للمخابرات الألمانية. تفطنت إلى أنهما مراقبان، فاستعجلت الرحيل عن مدريد. الحرب العالمية مستمرة بكل ما تسببته من خسائر في الأرواح وذاك الدمار الواسع. كانت المعلومات التي تحصل عليها ترسل تباعا إلى برلين وإلى إسطنبول. غادر سريعا مدريد، ركب البحر وأخذ وجهة جزيرة كوبا، ثم بعد ذلك اختار توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاستقرار بها. صاحبتهما من هافانا امرأة ألمانية اسمها إليزابيث شارلوت نيكس، ورجل فرنسي يقدم نفسه بالكونت روبير دو كلارمون. هم الآن بعيدون عن أوروبا، ويظنون أن لا أحد سيقيم وزنا للتدقيق في هوياتهم للتثبت من أنها ليست زائفة ومزعومة. هم بعيدون عن أوروبا حيث ساحة الحرب الأكبر. ما لم تنتبه إليه ديسبينا ستورش أن الشكوك الأمريكية المتنامية في كونها جاسوسة للعثمانيين والألمان كانت في انتظارها وهي تدخل الأراضي الأمريكية، ولذلك تم تتبع تحركاتها والذين معها، واكتشفت لها هويات أخرى غير تلك التي تقمصتها في أوروبا. في نيويورك نزلت في فندق بالتيمور وسجلت باسم مدام ديسبينا، بينما غيرت هويتها
وهي تنزل في فندق شورهام في واشنطن، وتم إدراجها في سجلات الفندق باسم البارونة دو بيلفيل، وكان وجود من يقدم نفسه باسم البارون أنري دو بيلفيل بجانبها يضفي مصداقية على ما تدعيه. كانت المخابرات الأمريكية قد حسمت قرارها، الأربعة القادمون من هافانا وبعدها من نيويورك إلى واشنطن جواسيس، ومع ذلك لم يقبض عليهم وتركوا يتحركون بحرية، ولكنها كانت حرية محروسة ومراقبة عن كثب. ما جعل القبض عليهم مؤجلا نمط حياتهم في أمريكا ووتيرة إنفاقهم. كانت ديسبينا ستورش تدفع $1000 شهريا ثمنا لإقامتها في أحد أجنحة الفندق، وكانت الألمانية إليزابيث شارلوت نيكس تتلقى كل شهر $3000 تأتيها من أحد النبلاء يدعى الكونت بيرنشتوف. لم تكن ديسبينا تظن أنها والذين يرافقونها وضعوا رهن المراقبة، ولذلك وصلت بنفس وتيرة الإنفاق واستمرت مزهوة كفراشة تضيف إلى قائمة معجبيها معجبين آخرين. كل ذلك كان يتم تحت أنظار رجال المخابرات الأمريكية الذين كانوا يحيطون بكل تحركاتها وما يقوم به الثلاثة الآخرون من رفقتها. ولعلها بحدس الجاسوسة الذي اكتسبته أحست في لحظة ما بأنها مراقبة. كانت السلطات الأمريكية قد صادرت صندوقا حديديا كانت ديسبينا أودعته إحدى المؤسسات المصرفية في نيويورك، واكتشف بداخل ذاك الصندوق الحديدي عدد كبير من الرسائل التي تبادلتها مع شخصيات مختلفة عبر العالم، ومن بين تلك الرسائل رسائل مشفرة. كل ذلك عزز لدى المخابرات الأمريكية الاعتقاد بأن ديسبينا جاسوسة. حاولت الحسناء التركية إرسال حقائبها إلى بنما، ولكن المخابرات الأمريكية اعترضتها وصادرتها. كان الطوق يضيق من حولها، سخرت علاقاتها وتمكنت من الحصول على جواز سفر فرنسي لها ولرفيقها البارون أنري دو بيلفيل، وحاول الفرار إلى كوبا مع الألمانية إليزابيث شارلوت نيكس والفرنسي الكونت روبير دو كلارمون، ولكن تلك المحاولة أفشلت. في 18 من مارس من العام 18 900 وألف، وكانت الحرب العالمية الأولى تسير إلى نهايتها، ألقت السلطات الأمريكية القبض على الأربعة وتم إيداعهم سجن إليس أيسلاند، وهي جزيرة تقع عند مصب نهر اليوتسون ولا تبعد عن تمثال الحرية الشهير سوى بكيلومتر واحد. كان على السلطات الأمريكية أن تثبت أن ديسبينا كانت تتعاطى التجسس، ولكنها لم تتمكن من ذلك، ولم تستطع الوصول إلى مصادر تلك الأموال الهامة التي كانت تتصرف فيها هي والذين معها. وتقرر أن يبعد الأربعة من الأراضي الأمريكية باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، ولكن الترحيل لن يتم بشكل فوري، فخلال وجودهم في السجن أصيب الأربعة بالالتهاب الرئوي. نجت الألمانية إليزابيث شارلوت نيكس والفرنسي الكونت روبير دو كلارمون، ونجا البارون أنري دو بيلفيل، ولكن ديسبينا لم تنجو وفارقت الحياة في السجن. في الوثائق الرسمية ذكر أن الوفاة كانت طبيعية، بينما مضت منشورات صحفية إلى أن ديسبينا ستورش قضت منتحرة بتناول كبسولة سامة. كانت في 23. كتبت صحيفة نيويورك سان في الفاتح من أبريل 18 وألف أن جثة الشابة التي اشتبه بقيامها بأعمال تجسس وضعت في تابوت نقش بعناية ووريت في مقبرة المونت أوليفيت. أقيم القداس الديني في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، ولم يكن أحد يعلم يقينا ديانة الحسناء التركية.